السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نعمة الصديق. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض الكركديه. عملناه قبل كده مع بعض بالطريقة المعتادة، يعني عملناه زي بنعمله هو منقوع او مغلي، لكن المرة دي هنعمله بطريقة سريعة. والطريقة دي موجودة ترند على كل مواقع التواصل. هنجربها مع بعض ونقول رأينا فيها في نهاية الفيديو ان شاء الله. هي كويسة ولا ايه؟ بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة هنجيب ده ربع كيلو كركديه. انا هاخد منه شوية بس مش هعمله كله. هاخد حبة كده في طبق. طبعا هو الكركديه ده نضيف جدا. لو حسيتي ان هو مطرب او كده فبتغسليه، وبعد كده بتحطيه شوية كده في الفرن بحيث ان هو ينشف يعني. بس انا هاخده وهبدأ بقى ايه افرمه. انا عايزاه بودرة ناعمة جدا، فانا هقعد افرمه كتير جدا جدا بحيث ان هو يبقى ناعم معايا جامد، وكمان ما يبقاش فيه اي شوائب يعني. هنخليه زي البودرة كده، زي الدقيق يعني تقريبا. فهفضل اضرب فيه لحد ما ينعم معايا جدا. طبعا انا دايما بعمل الحاجة مرة قبل ما انزلها على القناة، وجربته. بس بصراحة انا قلت لازم برضو اعرفكم رأيي فيه، هل هو حلو ولا لا. انا سجلت الفيديو وصورته، بس في نفس الوقت لازم اقول لكم رأيي فيه بصراحة. دلوقتي انا هاخده بقى بعد ما خلاص نعمته بقى بودرة ناعمة. طبعا ده اخر ما عرفت اوصل ليه يعني. ابدأ بقى انخله كده باي مصفى بحيث ان هو يتبقى معايا البودرة، واللي هو الشوائب دي هاخدها. طبعا مش هرميها، انا هحطها على الكركديه اللي انا بنقعه. ودلوقتي هجيب كوباية سكر واحطه على البودرة بتاعتي واقلبه، وفي نفس الوقت احط معلقتين من المية كده بحيث ان هو يبقى مندي. طبعا اللي في السوق اللي بيتباع اللي هو السكر حبيبات زي كده، ما بيبقاش زي ده طبيعي. التاني بيبقى محطوط عليه مواد صناعية والوان، فمبقاش حلو اصلا. ده عبارة عن بودرة كركديه وسكر، فهو طبيعي. اولا يعني هو صحي، لكن في نفس الوقت احنا هنجربه كده مع بعض. والمفروض ان هو كده خلاص هبدأ بقى احطه في اكياس واستخدمه على المية بتاعتي. باخد منه معلقة على كوباية المية وابدأ اقلبها. والمفروض ان هو بيتقدم كده، تحط فيه تلج ويتقدم. طبعا الطريقة دي بتخلي ان في شوائب بتبقى موجودة في المية. يعني انت لما بتيجي تشربي الكركديه بتحسي ان في شوائب، مش زي اللي هو بيبقى منقوع بالوردات وكده، فما بيعملش شوائب في المية. هو ده المشكلة بتاعته الوحيدة. حتى لما صفيته انا بص جبته المصفى وحطيت شاشة كمان عشان اصفيه كويس جدا، برضو بيبقى فيه شوائب. طبعا التلج والكلام ده بيداري الموضوع ده، بس هو 90% الحكاية ديت كويسة، و10% موضوع الشوائب ده هو اللي بيخليها مش كويسة. فانتوا عايزين تعملوه اعملوه بس للضرورة القصوى. يعني ما فيش عندك منقوع وخلاص مضطرة تعمليه، فتبدأي تعمليه وتحطيه عادي كعصير تقدميه. بس في نفس الوقت حاولي بقى تصفيه كويس جدا زي ما انا عملت كده بشاشة ومصفى، علشان الكوباية ما بقاش فيها اي شوائب، وطبعا ما تبقاش مستحبة بالشكل ده. هحط طبعا الكيس بتاعي ده في التلاجة او في الفريزر، هو مش بيتجمد، هو بيفضل زي ما هو كده. ونقدمه بالهنا والشفا. طبعا هو حلو جدا برضو مش وحش يعني، بس في نفس الوقت المنقوع او المغلي افضل منه بكتير. ارجو ان الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبرضو قولوا لي رأيكم في الكومنتات. واشوفكم في وصفات تانية كتير. متنسوش تدعوا المازن ابني بالرحمة والمغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.